كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، في رواية أن يضيع من يعول. ما تخليش أمك وباك محتاجين لك، وخبى بالجهاد في سبيل الله. ما تخليش أمك وباك محتاجين لك. الدواعش هذو كلهم إلا من رحم الله عز وجل كلهم عاقل الوالدين ديالهم، كلهم تيسافروا بلا خبرهم، تيكذبوا عليهم وكيمشيو. جاهد في الوالده ديالك، جاهد في الوالد ديالك بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تمشي تجاهد فين؟ الا بغيت نعرف انا بغيت نجاهد فين. تيقول لك الخلافه كذوب، راه حنا ماشي طحنا من كوكب اخر ما تنعرفوش الخلافه وضوابط الخلافه وضوابط الخليفه ومن يشهد لي الخليفه ومن هو الخليفه. انسان مغمور جاهل بين عشيه وضحاها، طلعوه في الموصل خطيب جمعه هاجروا اليه. والدهماء والغوغاء واصحاب الفقه السطحي والسفهاء ديال الاسنان، سفهاء الاحلام وحدثاء الاسنان، سير لا علم لا زير لا مجيب كري. وبغينا غير شي عالم من علماء الدواعش، مش الدواعش عندهم شي عالم. حتى قال بعض اهل العلم كلام جميل، قال داعش اسم قبيح ينبغي ان يغير، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح. شنو هي داعش؟ شنو هي داعش؟ واخا اختصار ديال دوله العراق والشام راه تنعرفوا حنا داكشي. شنو هي داعش؟ أحد المشايخ اليوم كتب بأن داعش اسم مرفوض، سهيل اسم مرفوض عند الدواعش. تيبغي شي واحد يكون سميتو سهيل. سهيل هذا راجل سهل، خصهم غير الجزاره والقتاله بحال قالت يمشي قرنا. هذا هو الدين اللي جا به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه دولة الخلافة. ويجيو حنا بعض وحدين شبعوا خبز مزيان، شبعوا خبز مزيان ديال المغرب، كلاو في المغرب ونشأوا في المغرب وتربوا في المغرب وتلاحقوا بدولة الخلافة، وتيسبوا دابا المغرب. بعض الشباب اللي جاهل ما تيعرف يقرا حتى الآية، تيبغيو يستدلوا بالآية القرآنية، بغاو يقيموا الحد على شي واحد مسكين في الرقة ما شبع حتى خبز. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ما عرف يقرا حتى الآية. هذو اللي غيطبقوا الحدود، هذو خوارج. راه لا يجوز شي واحد يقول لك بان هادو نبته سلفيه ولا هادو راه ما بينهم وبين السلفيه ماشي الخير والإحسان. ما تعرفوش السلفيه هؤلاء، لا يعرفون السلفيه. السلفيه يعرفون الحمد لله قيمه الدماء في الإسلام. السلفيون لا يكفرون هكذا بإطلاق، باب التكفير لا يقتحمه السلفيون، وهم القوم المتقدمون وهم الصحابه رضوان الله تعالى عليهم. السلفيون لا يسفكون الدماء. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ذو الخويصره وقال له اعدل يا محمد، سوء الادب، ما قالوش بعد يا نبي الله. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا هو سميتو الجلالي ولا قدور باش تقول له الجلالي قدوره بوشتا يا رسول الله يا نبي الله. قال اعدل، اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجور. وهؤلاء هم المحكمه، وهم الى يومنا هذا يرفضون التحكم الى الشرع. فقال اعدل يا محمد، سوء ادب. وفي روايه قال له اتق الله يا محمد. لما خالد بن الوليد بغى يقطع له الراس ديالو قال له يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق. قال لا، لعله ان يكون يصلي. شكون اللي عصم الدم ديالو؟ الصلاه. وهؤلاء يحزون الرؤوس، ورجل يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، لم تشفع فيه هذه الكلمه. وحب النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل رجلا من المشركين بعدما اسرف في قتل الصحابه رضي الله عليهم في غزوه شاهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما تمكن منه اسامه حب النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا الرجل لا اله الا الله، فقتله اسامه. قال يا رسول الله والله ما قالها الا اتقاء السيف. قال او شققت على قلبه؟ ما تفعل بلا اله الا الله اذا جاءت تحاج عن صاحبها يوم القيامه يا اسامه. وحب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ابن حب النبي صلى الله عليه وسلم، أسامة بن زيد. وزيد هو مولاه اللي هاجر معاه للثقيف، اللي مشى معاه للثقيف كيطلب المعونه لما وجد الاعراض من اهل مكه. شنو هذا هو الاسلام، هذا هو الدين. اما نهى الاسلام على المثلى والتمثيل بالجثات. عطيونا شي عالم من هاد الدواعش ولا من هاد اللي كيقول لك الدوله الاسلاميه عندهم شي عالم معتبر. اين جهود هؤلاء العلماء؟ من زكاهم؟ من شهد لهم بالعلم؟ سؤال. مجاهير اصحاب كونه معروفين جيبوهم لنا، ابو فلان العدناني، ابو فلان الشيشاني. هادشي حنا باش حادقين. واللي سخن عليه راسو تيقول لك غنمشيو لدوله الخلافه. هذه راه هزيمه نفسيه. هذا دين الله تبارك وتعالى. فرق كبير بين دوله الخلافه التي تقوم على الرحمه والشفقه واللين، وبين دوله تقوم على حز الرؤوس وقتل النفوس البريئه، نعم، والخوض فيها. نسال الله السلامه والعافيه.